مساء الخير على حبايبي الحلوين، كل على احلى متابعين. وحشتوني قوي وحشتوني كتير. في الاول كده هنصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل معاكم الشاورما السوري بالجلاش، حاجه كده جميله للرحلات، للمدارس، الجامعات، حاجه سريعه وجميله واقتصاديه وسهله وجميله جدا جدا جدا. بصوا عامله ازاي، بصوا جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي. هنشوفها مع بعض الطريقه بالخطوات، وهنشوف مع بعض. يلا يا حلوين نشوف هنعمل ايه. معايا دلوقتي شاورما بقى فراخ، هي جاهزه كده، تروح عند بتاع الفراخ تقول له عايزه شاورما فراخ. ولو ما عندهوش هاتي صدور وقطعيها حتت صغيره اللي هو البانيه. ومعايا علبه زبادي وكوبايه صغيره خالص زي ما انتم شايفين الحجم ده خل. ومعايا البهارات تحتي، ملح وزعتر وكركم وبابريكا وفلفل اسمر وقرفه. بصوا عايزين بقى تحطي اي بهارات من عندك حطي بقى، اللي هو بصل بودر، توم بودر، الكلام ده كله حطيه. فدلوقتي هنبدا نحط بقى الزبادي. نحط علبة الزبادي اللي معايا اهي، وهنحط الخل والبهارات بتاعتنا زي ما احنا قلنا اهي، وهنقلب كل ده في بعضه تقليبه كده محترمه. اوريكم، هي البهارات اللي بتدي طعم الشاورما الحلو، يعني اللي انتوا بتدوقوا بره زي الشاورما السوري. على فكره انا حطيت ليمونه عشان نسيت اصورها معاكم، حطيت عصرت ليمونه اهو، شايفين؟ مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا. دلوقتي بقى هغطيها براب ستريتش وهنسيبها على الاقل 4 ساعات، 3 4 ساعات. تمام، لو من بالليل تمام، انا هعملها اسيبها 3 4 ساعات وهنشوف مع بعض. بصوا انا كده سبتها 5 ساعات بالظبط في التلاجة. انت كل ما تسيبيها اكتر بتبقى جميله. فدلوقتي بصوا هنشيل بقى ورق الستريتش اللي احنا عاملينه ده بقى اهو، شايفين؟ وهنشوف مع بعض على النار هنعمل ايه. بصوا انا حطيت بقى ايه، حبه زيت كده، هتحطي اي ماده دهنيه، ونبدا نحط الشاورما بتاعتنا اهي. مش هتقلبيها، ما تقلبهاش خالص، سيبيها كده عشان ما تنزلش ميه اكتر من كده اهي. هنسيبها كده على النار لحد بس ما لونها يتغير. بصوا اتشربت منها الميه خالص اهو. هنحط بقى البصل الشرايح اللي انا مقطعاه، بصوا عامل ازاي اهو، شايفين؟ هنعمل ايه تاني؟ طماطمتين مقطعين مكعبات وشايله ايه قلبهم اهو. ما تحطيش ولا نقطه ميه، لان كل الخضار ده بينزل ميه تاني. ما تحطيش ولا نقطه ميه. معايا فلفل انا كنت مخزناه اهو، وقطعت قرن فلفل حراق اهو، شايفين؟ نحط هنا ومش عايزه اقول لكم بقى ريحتها روعه روعه روعه. بصوا شايفين؟ بس بتعمل ميه تاني ازاي، شايفين اهو؟ بتنزل ميه تاني. احنا هنسيبوها بقى تنشف الميه خالص، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه بعد كده. معايا بقى بطاطس محمره، ومعايا شاورما، ومعايا خيار مخلل، ومعايا زبده، شايفين انا مسيحاها. هنبدا نعمل ايه بقى؟ على فكره دول ورقتين في بعض. هنبدا ندهنها كلها كويس جدا عشان ورق الجلاش من جوه يستوي. بصوا اهو، شايفين؟ لازم تدهنوها كويس جدا عشان ايه؟ تستوي، تبقى ايه حلو. هنعمله كده زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه هنحط طبقه البطاطس بتاعتنا اهي، طبقه البطاطس بتاعتنا، وبعدين هنحط الشاورما اللي احنا عملناها اهي، وبعدين هنحط خيار مخلل، شايفين؟ طبعا انت عايزه تعملي بقى توميه اعملي. خيار ده انا كنت عاملاه معاكم في القناه، بس انا مقطعه حتت صغيره. وهنحط مايونيز، طبعا لو عندك توميه جميل، بس انا طبعا ما عملتش توميه. هنبدا اول حاجه هنلف كده، شايفين؟ وهندهنها
احنا عايزين ندهن كل حته في الجلاش علشان يستوي معانا اهو كده، شايفين اهو كده. وهندهنها برضو، وهنبدا بقى نلفها رول، فاهمين كده اهو، شايفين هنرولها كده وندهنها برضو كده، شايفين اهي اهو، شايفين انا بدهن وبدهن برضو الطبقه اللي تحت كده زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم انا عايزه كل حته في الجلاش تبقى مستويه اهي، شايفين اهو. هنبدا برضو نحط البطاطس بتاعتنا كده كده اهو، شايفين. وايه هنحط طبعا طريقه سهله. انت بقى الحشوات دي بتاعتك، ممكن تعملي بطاطس سوري بالطريقه دي، وممكن تعملي ستريبس، شاورما لحمه، كل الحشوات دي بتاعتك انت بقى اهو. طبعا وعسل التوميه اعملي. هنبدا بقى نتني دي كده وهندهنها زي ما قلت لكم علشان تستوي من كل حته اهو. شايفين هنبدا نرولها كده اهي، واحنا بنقفلها برضو هندهنها من هنا كده عشان تتقفل كويس ما تتفتحش مننا، شايفين اهو. هنبدا بقى نحطها على هنشوفها دلوقتي، هخلص بس بقيه الكميه واوريكم الاول هنعمل ايه. بصوا بقى انا حطيتهم ازاي اهو على الصينيه عشان ما عنديش جريل، وعلى عين هاديه جدا، يعني حطوها على عين هاديه جدا وغطوا عليها عشان تستوي من كل ناحيه. حطوها على عين هاديه جدا اهو، وهقلبها معاكم من كل الناحيه وهنشوفوها مع بعض. قلبتها اهو، شايفين جميله جدا ولا محتاجه جريل ولا اي حاجه اهو، شايفين السخنه مش عارفه امسكها، شايفين عامله ازاي جميله جدا اهي، شايفين. انا ما تخلص انا هوريكم. بصوا عايزه اقول لكم، بصوا جميله قد ايه، متحمر من كل النواحي، بصوا عامل ازاي. هقطع واحده قدامكم، جميله جميله جميله. بصوا عامله ازاي في منتهى الجمال، حاجه كده خرافه. والسندوتشات السريعه للجامعات بقى والرحلات والحاجات دي والمدارس اهي، بصوا جميله قد ايه، روعه روعه روعه. بصوا عامله ازاي جميله جدا جدا جدا. يا رب الحلقه بتاعتي النهارده بقى تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى بالشير والاشتراك واللايك، ودوسوا على زر الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.